اللي جاي مش مجرد حكاية كرة، اللي جاي حكاية اتنين قدروا يخطفوا قلوب ملايين، لكن كل واحد بطريقته الخاصة. واحد كان هادي وساحر، والتاني كان سريع وانفجاري. أبو تريكة وصلاح، اتنين رموز كبار لكن في زمنين مختلفين. قبل ما نبدأ الكلام، لو بتحب تسمع الحكايات من جوه اشترك في القناة وفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ بأول نجم، محمد أبو تريكة، المايسترو اللي لمساته كانت موسيقى، الراجل اللي الجمهور كان بيحس بنبضه من أول لمسة. مع الأهلي حقق دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، أهدافه كانت حاسمة في أهم المباريات. هدفه في الدقيقة 92 قدام الصفاقسي في رادس عمره ما يتنسي، وفي النهائي ضد النجم الساحلي في 2005 أثبت إنه لاعب نهائيات من الطراز الأول. ومع منتخب مصر كان جزء من الجيل الذهبي، حقق معاهم 3 بطولات أفريقيا ورا بعض، 2006 2008 و2010. سجل هدف التتويج قدام الكاميرون، وكان دايماً جاهز للحظة كبيرة. بس الأهم من الكورة كان الإنسان. أبو تريكة كان معروف بإنسانيته، كان بيزور أسر الشهداء من غير كاميرات، بيشارك في حملات خيرية من غير ما يقول، كفى الأسر، ساعد مرضى، تبرع لعلاج أطفال محتاجين، وكان كل ده في الخفاء. ولما غزة اتحصرت ما سكتش. في بطولة أفريقيا 2008 رفع تيشيرت مكتوب عليه تعاطفاً مع غزة. الفيفا عاقبته، لكن الجماهير شافته بطل. ناس قالت إنه دخل السياسة في الكورة، لكن ملايين شافوه صوت الضمير العربي. وفي عز الحصار راح زار الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات القاهرة، وشارك في جنازات شهداء غزة، وكان صوته دايماً واضح: فلسطين مش قضية، فلسطين شرف. تحية وسلام لأهل غزة. فبما صبرتم فنعم عقبى الدار. مفيش حد له فضل عليكم إلا ربنا سبحانه وتعالى. نيجي دلوقتي لمحمد صلاح، الملك المصري، الولد اللي بدأ من قرية بسيطة ووصل لقمة الكرة في أوروبا. مع ليفربول سجل أكتر من 200 هدف، أخذ الحذاء الذهبي 3 مرات، فاز بدوري أبطال أوروبا وكسر أرقام لعيبة كبار. وفي الدوري الإنجليزي أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 10 مباريات افتتاحية متتالية، وأسرع لاعب يوصل ل100 هدف في تاريخ النادي. ومع المنتخب كان البطل اللي رجع مصر كأس العالم بعد 28 سنة. ركلة جزاء الكونغو في الدقيقة 90 دموعه وقتها كانت دموع شعب كامل. لكن رغم كل ده صلاح اتعرض لمقد كبير. في الحرب الأخيرة على غزة الناس كانت مستنية منه كلمة، بوست، أي إشارة، لكن صلاح اختار الصمت. ملايين كانوا شايفينه نجم عالمي وقائد عربي، وكانوا منتظرين منه موقف إنساني واضح. الناس اتقسمت، ناس قالت من حقه يسكت، وناس قالت إن الصمت خيانة للمبادئ. والفرق كان واضح لما نقارن بمواقف أبو تريكة اللي ما سكتش لحظة لما الموضوع كان عن فلسطين. صلاح كمان اتعرض لهجوم قبل كده. في كأس العالم 2018 كان في أزمة مع اتحاد الكرة بسبب الرعاة والإعلانات. وقتها اتقال إنه شايف نفسه أكبر من المنتخب. وموضوع شارة الكابتن قالوا إنه زعل لما ما خداش، ناس شافته حساس وناس شافته مغرور. لكن برضه محدش يقدر ينكر إن صلاح ساعد ناس كتير. صلاح ما كانش بيتكلم كتير، كان بيشتغل في صمت، بس في لحظات كان الصمت فيها مش كفاية. لو هنحسبها أرقام وألقاب وإحصائيات فمن غير نقاش محمد صلاح هو اللي يكسب. أرقام خرافية، بطولات عالمية، أرقام قياسية محدش وصلها قبله من لعيبة مصر. اللي عمله في أوروبا مش بس إنجاز، ده إعجاز. لكن لو سألتني عن رأيي الشخصي هقولك حاجة مهمة جدا: الأسطورة مش بس اللي يسجل أهداف، الأسطورة مش بس اللي يرفع كاس، الأسطورة لازم يكون ليه مواقف تتكتب بالتاريخ، مواقف تخلي الناس تفتكره حتى لو الكرة انتهت. تريكة كان بيقول كلمة الحق، كان بيظهر وقت الجد، كان بيتكلم لما الناس كانت بتسكت، كان بيقول أنا مع الحق حتى لو تمنها كان عقوبة. الأسطورة بالنسبة لي هو اللي بيحط بصمته جوه الملعب وبره الملعب، هو اللي بيفضل في قلوب الناس، مش بس علشان أهدافه لكن علشان مواقفه، إحساسه وجدعنته. وعلشان كده لما تيجي تقارن مش لازم تختار بين الاتنين، لأن أبو تريكة رمز وصلاح كمان رمز، واحد حبيب القلوب والتاني فخر الإنجازات. والاتنين كتبوا أساميهم في التاريخ بطريقتهم، بأسلوبهم، وبيحب الناس ليهم. بس بعيد عن المواقف الإنسانية، تخيل لو أبو تريكة وصلاح كانوا في جيل واحد، أبو تريكة يصنع وصلاح يسجل، كانوا هيسيطروا على أفريقيا وأوروبا مع بعض. بس السؤال اللي دايماً بيشعل النقاش
مين فيهم نجم مصر الأول؟ الناس منقسمة، في اللي بيحب السحر الهادي وفي اللي بيعشق السرعة والانفجار، بس اللي محدش يختلف عليه إن مصر كانت محظوظة بالاتنين. أبو تريكة رمز الإحساس والكلمة والموقف، وصلاح رمز الشغل والإنجاز والمجهود. الاتنين علمونا إن الكورة مش بس لعبة، دي رسالة. وافتكر دايماً مش مهم مين أحسن، المهم إنك تفضل فاكرهم وتحكي عنهم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب لنا في التعليقات انت مين الأقرب لقلبك، أبو تريكة ولا صلاح؟ وما تنساش تشترك في القناة عشان الجاي أقوى بكتير. سلام.